من الواضح أن الأمور خرجت عن السيطرة بعد ظهور ريما والدة جلال بشكل مفاجئ أمام نديم في مسلسل سلمى الحلقة 65، بالإضافة إلى تدهور حالة ميرنا النفسية بشكل ملحوظ يعيش. نديم حالة صعبة بعدما اكتشف حقيقة جلال، وهدد ميرنا بأنه إذا لم توصله به فسيذهب ويخبر الشرطة، إلا أن ميرنا طلبت منه مهلة من الوقت حتى تتمكن من الوصول إلى جلال وإقناعه بالمقابلة. تحاول ميرنا الاستعانة براجي ليحدث جلال ويخبره أن نديم مصر على لقائه بعدما عرف أنه لا يزال على قيد الحياة، إلا أن راجي يرفض بشدة، معتقدا أن ميرنا ما زالت تحب جلال وتستخدمه للوصول إليه في المقابل. تواصل أم جلال ريما ابتزاز سالي، مطالبة إياها بشراء منزل لها حتى لا تخبر ابنها جلال أن زوجته سلمى وأولاده جولي وشادي لا يزالون على قيد الحياة، كما شددت عليها ألا تطلع والدها رياض على الأمر رفض جلال التواصل مع ميرنا أو مقابلة نديم، موضحا لراجي أنه يحتاج إلى بعض الوقت للتفكير، وهو ما أثار رعب ميرنا التي تخشى أن يتوجه نديم إلى الشرطة ويكشف كل شيء، مما يهدد سلامة عائلتها. وفي تطور مفاجئ، كشف الدكتور علاء لوفاء أن ميرنا بحاجة إلى العلاج في مستشفى للأمراض النفسية والعصبية لفترة مؤقتة، وتحاول وفاء أن تخبر هويدا بالأمر لتساعدها في إقناع ميرنا بضرورة الخضوع للعلاج.